اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان يعني الكنافة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. عملنا النهاردة الكنافة بالمكسرات، حاجة كده فاخر من الآخر، حاجة كده أقسم بالله العظيم كأنها مشتريها من بره، حاجة كده مقرمشة من بره وطرية جوه كده ومكسرات بقى، وكانت ريحتها بقى قلب الدنيا، ولا اللون الذهبي، وخفيفة كده وهشة وجميلة وتحفة. عملتها ما خدتش معايا 10 دقايق قبل الفطار، عملتها بصراحة طلعت تحفة خرافة. أول حاجة بنعملها في الكنافة بنحط الشربات، كوبايتين سكر على كوبايتين ونص مية، وبنسيبهم على النار لمدة 10 دقايق، وبعد كده عصرة ليمونة، وبعد كده بنسيبها. عايزين شربات تقيل الكنافة يعني شربات تقيل، وبعدها 5 دقايق وبنطفي عليهم النار، بيبقى الشربات جاهز معايا. وبعد كده زي ما انتوا شايفين حاجة مقرمشة كده، وشايفين المكسرات كده والشربات فيها حاجة كده فاخر من الآخر زي ما احنا متعودين. طبعا المكسرات هتشوفوها معايا دلوقتي، ممكن تحشوها بأي مكسرات انتوا حابينها، اي مكسرات متوفرة عندك ممكن تحشيها، مش هنقف على حاجة. ممكن نعمل نفس الطريقة دي بالسادة، مش هنقف على حاجة. ممكن نعمل نفس الطريقة دي بالكريمة اللي هي القشطة الكدابة، طبعا عملتها معاكم قبل كده وهنعملها ان شاء الله. اول حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا نص كيلو من الكنافة، انا جايباها طازة. بقطعها كده، ما بحطهاش في فريزر ولا اي حاجة، بفرولها كده من بعضها وفككها من بعضها زي ما انتوا شايفين. ومعايا صينية مقاس 28 او 30، مقاس 30، وبحط لها كده حبة سمنة حلوين بدهن بيهم الصينية. انا مستعملة هنا سمنة بلدي، ممكن تستعملي اي سمنة متوفرة عندك في البيت. هتقولي لي زيت، هقولك زيت لا طبعا، بنشفها وبيخلي طعمها مش حلو. كنافة يعني سمنة. هفضل افرول الكنافة كده زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. الكنافة بصراحة كانت تحفة. لازم تشتروا الكنافة اللي هي مش رفيعة قوي ده، عشان ما تعجنش معاكم في قلب الفرن. تشتروها كده في الوسط زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وبفرش نص الكنافة الجزء، وبفضل ادوس كده زي ما انتوا شايفين، وهدوسها بالصينية. هتشوفوا معايا دلوقتي كل حاجة، يعني كانت صينية كنافة قلب الدنيا. جربوها وهتدعولي. ممكن تستعملوا اي سمنة، بس هي بصراحة كنافة يعني سمنة بلدي بتخليها في حتة تانية خالص، بصراحة بتخليها في حتة حاجة. ممكن تعملي ميكس بلدي على سمنة مصانع، ما فيش اي مشكلة، مش هنقف على حاجة. ممكن نعملها بسمنة مصانع برضو، مش هنقف على حاجة. سمنة تكون جودتها كويسة وطعمها حلو، عشان كل ده هيظهر في طعم الكنافة. ودوستها كده في الصينية. وبعد كده انا معايا هنا حبة من اللوز وعين الجمل، بكسرهم واحط دلوقتي معاها زبيب، وهحط جوز الهند وسوداني المتوفر عندك. ممكن تستكفي بالسوداني والزبيب وجوز الهند لو مش متوفر عندك. اي مكسرات اللي انتوا حابينها، ممكن بندق، ممكن الفستق، الموجود عندنا، مش هنقف على حاجة. بفضل كده اسرسق كده بالسمنة بالفرشة زي ما انتوا شايفين، وبنزل على الكنافة. بصراحة الحركة دي بتخلي الكنافة في حتة تانية، وما بتشربهاش سمنة. اي سمنة زيادة انا بشيلها بعد السوا. وبعد كده بنزل في المكسرات كده، وهفرد المكسرات في قلب الصينية. ممكن تحطوا المكسرات دي تجرشوها اكتر من كده، بس انا بحبها باينة كده وبتتحمص، بتبقى حاجة كده خرافية. وهفضل افرد كده واثبت المكسرات في قلب الكنافة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده هنزل بباقي الكمية. انا مش هكبس ولا اي حاجة، يا دوب بس هساوي بس الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة اقسم بالله كانت خفيفة وكانت تحفة. ممكن تضاعفي الكمية بكيلو، مفيش اي مشكلة، اللي انت حباه بس بتعمليه بنفس الطريقة. بصراحة كانت خرافة، وطعمها وريحتها كانت قلب الدنيا. وهفضل كده بنفس الطريقة وادوس كده على الكنافة لحد كده ما خلاص تتظبط معايا، وتبقى صينية حاجة فاخر من الاخر زي ما احنا متعودين. خلاص كده هدوس دوسة خفيفة كده بالصينية. طبعا احنا مش حاطين كريمة، مش هنخاف، احنا حاطين مكسرات. وبعد كده هسرسق برضو السمنة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اخلص كل الكمية. ومعايا الفرن هنا، اهم حاجة كمان في سوى الكنافة الفرن، يعني اهم حاجة الفرن. بسيبها لمدة ربع ساعة درجة حرارة 180،
مجرد بدخل الكنافة بوطي النار على 120. انا عايزة الكنافة دي تستوي براحتها وتحمر براحتها، يعني ما تحمرش غصب، يعني النار عشان ما نعليش النار وتاخد لون وتبقى من جوه مش حلوة، يعني مجرد ما احط الشربات عليها تعجن. وبعد كده خدت معايا نص ساعة في الفرن، وبعد كده قلبتها وحطيتها على الناحية التانية وطلعت بالخرافة دي. وبعد كده معايا شربات هنا بارد وتقيل والكنافة سخنة. بصراحة كان طعمها خرافة زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو. جربوها وهتدعولي والله العظيم كانت خرافة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.